الصفقات اللي داروا اللاعبين المغاربه عبر التاريخ واكثرهم دهشه. انتقال المغربي مروان الشماخ الى الارسنال بشكل رسمي. بكثره ما كتبان هذه الصفقه استثنائيه وضخمه، بكثره ما هي منطقيه جدا ومستحقه. وباش نفهموا اكثر خاص نرجعوا بكم شويه بالزمان اللور، ودير في بالك انه قبل 14 سنه من الان الى قلنا لاي مغربي حتى اكبر المتفائلين بان لاعب مغربي غادي يلعب في افضل دوري في العالم وفي نادي عظيم وتاريخي كالارسنال، ما غاديش يصدق هذا الشيء وغيعتبره مجرد اشاعات. اذا عندنا جوج اسئله خاص الاجابه عليها: كيفاش انتقل مروان الشماخ الى الارسنال؟ وكيف انتهت المسيره ديالو الكرويه؟ هذا وبالاضافه الى تفاصيل اخرى غتعرفوها لاول مره على احد افضل اللاعبين اللي حملوا قميص المنتخب، فكمل معايا حتى الاخير. لكن قبل كنتمنى تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك معنا في القناه اذا كنتي جديد. شماخ وصلنا الهدف الخامس يا مروان، الخامس يا اسد، الخامس يا نجم الاطلس. سنة 2003 قرر النادي الفرنسي بوردو يصعد موهبة متألقة من أكاديمية النادي إلى الفريق الأول، ماشي للتدريب فقط بل مباشرة غيبدا يدخل في المباريات الرسمية. الشماخ كان كيبلغ من العمر 19 سنة فقط، ومن الأول غيدخل قلوب الجماهير بعد ما غيسجل هدف ثمين جدا ضد نادي نيس في الجولة ما قبل الأخيرة، خلاهم يتأهلوا إلى المنافسة في الدوري الأوروبي. اللي كان كيميز هذا البطل في هذه المرحلة هو الاستمرارية في العطاء بدون توقف، ففي كل سنة اللاعب كان كيثبت مكانته في بوردو وكيبين براعته التهديفية. موسم 2004-2003 سجل 10 أهداف، وفي موسم 2004-2005 أيضا سجل 11 هدف. وعام بعد عام الشهرة ديالو بدات كتزيد كثر في الدوري الفرنسي، خصوصا بعد ما ساهم في تحقيق لقب كأس فرنسا، ويعيش كذلك لأول مرة في مسيرته أجواء دوري أبطال أوروبا سنة 2007. لكن هادشي كامل ما كيسوى والو امام الموسم التاريخي اللي غيقدم سنة 2008، بحيث وصل لافضل مستوى ليه، والاهداف اللي سجل في هذا الموسم ما مشاتش في الفراغ، بالعكس نادي بوردو قدر يحقق ثلاثية تاريخية: لقب كأس فرنسا والدوري الفرنسي والسوبر الفرنسي. وإلا سولتي أي مشجع لنادي بوردو على هذا الإنجاز غيقول لك الفضل الكبير كيرجع للأسطورة المغربي مروان الشماخ. نعم، لأنه سجل أهداف حاسمة بمعنى الكلمة، وقدر يفوز بأفضل لاعب أجنبي في الليغ 1 وأيضا أفضل لاعب إفريقي، والأكثر من ذلك قدر يساهم ب 19 هدف، أرقام صعيب توصل ليها في ظل مستوى الدوري الفرنسي اللي كان صعب جدا آنذاك. من هنا غادي تبدا تفتح ليه أبواب النجاح، وغادي يخطف أنظار أندية كبيرة داخل فرنسا وفي أوروبا كاملة، أندية كثيرة، لكن أهمها كان مانشستر سيتي في العهد الجديد مع الإماراتيين اللي استلموا النادي في 2008. كانوا واضعين الشماخ في أولى المخططات ديالهم. من جهة أخرى المدرب العظيم لليونايتد فيرغسون كان كيطالب هو الآخر بالإمضاء مع الشماخ في أقرب وقت. أما نادي الأرسنال فقدموا عرض رسمي آنذاك كيوصل ل 9 مليون يورو. هنا كلشي كان كيتوقع أنه غينتقل إلى نادي آخر، خصوصا بعد ما حصد الأخضر واليابس مع بوردو، وكان قريب بزاف من الإمضاء مع أرسنال، لكن للأسف الصفقة فشلات بسبب متطلبات إدارة بوردو. لذلك الشماخ غادي يزيد موسم إضافي 2009-2010، وعقله كامل كان مركز على حاجة وحدة، وهي إمتى غادي يوصل الوقت اللي غادي يرحل فيه بشكل نهائي ويعيش تحدي جديد في البريمير ليغ. وفعلا سنة 2010 مروان الشماخ بعد ما ولا أسطورة من أساطير نادي بوردو، وبعد ما لعب 293 مباراة سجل فيها 79 هدف، وبصم الاسم ديالو كتاني أفضل مهاجم في تاريخ النادي، أخيرا جا الوقت اللي غادي يغادر.